حبايب الغاليين رجعنا لكم. طبعا راح اسالك اقوى سؤال واتمنى تكون صريح مثل ما كنت. اكيد صريح وياك بكل خطوه. ويا من زعلان؟ يعني ما عندي مشاكل ويا احد، بالعكس علاقتي طيبه ويا الكل. بس يعني عندي شخص انا زعلان منه، مو هو زعلان مني. انت زعلان؟ لي خساره كبيره، يعني واحد من الاشخاص اللي وثقت بيه بمجال العمل وسبب لي خساره يعني. نعم. غدرك؟ موقفه ايه غدر. مسامحه؟ ما اعتقد يعني مفكر بموضوع اسامحه او لا. مصطفى لو رجع بيك الزمن وهذا الشخص الغدرك تقول قريب علي، راح تصالحه ولا لا؟ يعني انا ما مفكر اسامحه او لا، يعني ما مخلي ببالي. زين، سويها الرب العالمين والخاطري. يعني شنو اللي اسوي؟ ما فهمت. بين الصالح الشخص اللي غدرك. مصطفى حبيبي اعذرنا على الشيء صار واتمنى تسامحني. يعني استاذ عمار احنا ما كان اتفاق اللقاء هيك شيء. الله، انا جاي على لقاء انه نحكي بمحاور عقارات. انت اذا تحبني سوي الشيء لله، وهذا الشخص الغدرك هو استريح جاي. بعدين نحكي. لا ما يستريح، انا اليوم جاي اصالحك. انا ما اقدر يعني رجاء. سويها لله وانت قلبك طيب، هو اعترف بالغلط مالته. تفضل استريح بعدين نحكي يعني. لا ما اريد يستريح مصطفى، انا اريد تنتهي الحلقه قدام المشاهدين. هذا الشخص الغدرك صار له سنتين، خسرك هواي، اجى اليوم يقدم لك الاعتذار، والله غفور رحيم. انا بس اسالك سؤال، يعني اللي سويته شنو اللي استفاديته منه؟ مجبور يعني، مو حكم. يعني استاذ عمار هذا الانسان انطيته الثقه بيوم من الايام وسلمته يعني هوايه مسؤوليات. انا اعز عليه لانه انا كنت يوم من الايام احبه واعزه. وموقفه هذا صراحه كلش اذاني. سويها لله مصطفى، واجا قدم اعتذاره وقدام الدنيا كلها، لا تخليه يوقف، اتمنى تصالحون. والله استاذ عمار جدا صعب الموضوع، بس جيت واتمنى ما تفشلني ويمك انت بعد. يعني الخاطر وجودك والله، والخاطر الناس اللي اذا تشاهدنا، والخاطر الكادر اللي موجود مسامحه، ولا هذا الانسان اذاني يعني اذيه كبيره. يعني راح تسامحه ان شاء الله، ما راح تشيل شيء بقلبك؟ ما اريد يعني حتى يكون بعد ما عندي اي عداوه اي احد او اي اشكال. متفقين؟ اريدك تبوسه بوسه خوه، واريد هذا ما ينعاد. قول يا الله صفاوي. الشيء صار بس تدري انت مو بيدي. يعني انا مسامحك، بس هاي مسامحتي لك هي لغرض ايصال رساله. اليوم اللي متخاصم ويا صديق انت اثرت بيه بموضوع انه ماذا لو توفي هذا الشخص او مات، هذا الموضوع اللي اثر بيه، فانا مسامحه لاجلكم ولاجل هاي الناس اللي الله يوفقك. طبعا شكرا لان انت جيتنا، والله يوفقك ان شاء الله. بس الاعتراف بالغلط من شيء من الرجوله، وانت ان شاء الله رجال، وان شاء الله ما تنعاد وتغدره او ما تنعاد وتسوي لك مشاكل ويا اي صديق. صعب تلقى صديق نظيف. لا بالصوت معدل بعد، هو بس يدري بعد الشيء صار حكم مو بيدي. ان شاء الله خير. شكرا لك حبيبي، الله يسلمك. طبعا مفاجاتك هاي خارج النص. احنا غايتنا نوصل رساله. نعم. بين شك وصديق غدر صديقه لازم يجي يوم ويقدم اعتذاره. بين الدنيا منتهيه الى زوال، ما يظل غير بس الباري. والنعم بالله. فالله يوفقك ان شاء الله. وشكرا اني تقبلتها من يمي، صراحه كنت خايف. لا بالعكس، بس انت طيب ان شاء الله. الله يخليك. فدوى عمرك. اعزائي المشاهدين ومتابعين منصه عمار الشامي، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كان معي اخويا وصديقي وحبيبي استاذ مصطفى صاحب شركه عقار بغداد. اتمنى لك كل التوفيق والتحيه ولك كل الحب والاحترام حبيبي. الله يحفظك، شكرا لك. اريدك تبرينا الذمه. لا مو بريد الذمه، ومتشرف جدا بهذا اللقاء. الله يخليك، شكرا لك يا حبيبي. الله يحفظك، الله يسلمك. لك حبيبي.